ولكن اللي انا حسبته لقيته، اللي انا حسبته وكنت شاكك فيه الى الان اتضح انه ليس شك وانما حقيقة، ان هناك حاشية حوالين الرئيس قد عزمت وعقدت العزم على ان تحول بين الرئيس وبين اي شخص. لازم نكشفه. هنكشفهم ازاي؟ نطلب مقابلته، نشوفهم هيعملوا ايه. عملوا ايه؟ عملوا ان هم لا يسمعوا ولا يشاهدوا ولا حاجة خالص، ويوم ما يتزنقوا، انا عارف الألاعيب دي وحافظها كويس قوي، يوم ما يتزنقوا يقوموا قايلين ايه؟ ده احنا قلنا للريس وقال مش وقته. اسأل انت الريس بقى. شوف هتوصل له ازاي. انما احنا قاريين كل ده. مؤسسة الرئاسة تحتاج لتطهير، ودائما السلطان ينجح بحاشيته ويفشل بحاشيته. ما يعرفش ينجح لوحده ومش ممكن يفشل لوحده. مين السبب الرئيسي في سقوط مبارك؟ اهو آية من الآيات قدام عينينا. السبب الرئيسي هي الحاشية والهانم وجمال. طب تيجي تدور على الراجل مبارك، أنا في نظري 10/10 في نظري الشخصي، ولولا اختلاف الأذواق والآراء والأفكار ما كان هناك يهودية ومسيحية وإسلام. فأنا في نظري إن مبارك تقييمه العام كان 10/10. 20 سنة اشتغل فيهم كويس، 10 سنين الحاشية بوظت الدنيا، الراجل كبر في السن، حدث السقوط.